مسلسل كوبرا للزعيم الصغير محمد عادل امام والاستاذ مجدي كامل والحاج علاء مرسي طالع لنا بدور الشيطان. والصراحه مجدي كامل او الاستاذ مجدي كامل طالع بدور بقاله كتير انا شايفه متغيب عن الساحه. طلع في حاجات خفيفه كده زي الحكايات اللي بتطلع 10 حلقات، ولكن شكله دور كويس ليه. وعجبني لفته من محمد امام لما نزل بوست يشكر مجدي كامل اللي هو بيشارك معاه في المسلسل. دي ما بتحصلش من فنانين كبار قوي واحنا عارفينه. نمبر 1. هو المفروض المسلسل رعب بس الكاست كوميدي، يعني هو جايب لي علاء مرسي. انا من الاشخاص اللي ما بتحبش علاء مرسي بربع جنيه. يعني هو راجل ممثل وقامه وقيمه وبتاع وقيمه مقابل سعر، بس انا ما بحبوش الصراحه. وطبعا الفنان هشام اسماعيل اللي هو الشبح طالع بدور شبح وروش. بس انا بقترح عليك يا فنان ارجع للفزاع، مكانك فاضي في دوار الكبير. وجه المخرج قال لك انا عايز اجيب واحده دمها خفيف وخفيفه وتتشال، فملاش قدامه شكله غير منة فضالي، فقال لي جيبها وايه ورزقنا على الله. بس انا خايف من المسلسل يبقى فيه مشكله مواجهه محمد امام بيعملها كل سنه. انا حاسس ان محمد امام عنده فيه حته تكرار شويه. خلينا متفقين ان كل ممثل يعمل كل سنه ده دور. هو انت بتعمل مسلسل يا باشا في السنه وفيلم، فلا لا اما تتقنه. بس هو محمد امام كده كده ممثل كويس، بس انا حاسه من البروم اللي شفته حاسس ان في لمع القط زياده وفي شويه هوجن كده. وانت برضه لو عندك مسلسل او حاجه عايزنا نتكلم عنه ممكن تكتب في الكومنتات.